البشري محمد النني. محمد، مرحبا بك، شكرا جزيلا على الحضور معنا في بي ان سبورتس. حاول أرسنال بإمكان العودة في النتيجة، لكن عندما تواجه فريق ميسي سواريز ونيمار من الصعب ذلك، أليس كذلك؟ طبعا انت بتتكلم صح، احنا بنلعب احسن فرقه في العالم طبعا، واحنا عارفين ده وما بيخسروش بقالهم كتير، بس احنا عملنا اللي علينا النهارده وكان عندنا فرصه ان احنا ممكن نعوض النتيجه، بس الحمد لله يعني عملنا اللي علينا طول الماتش وقدرنا ان احنا يعني نمشي الامور زي ما احنا عاوزين. بس مش هقدر اقول غلطات دفاعيه يعني، بس يعني غلطات مننا هي يعني تسببنا في الاهداف. بس الحمد لله ان شاء الله نركز في الدوري ان شاء الله ونسعى ان احنا ناخد البطوله السنه دي ان شاء الله. لكن هل توافقني الرأي بأن أرسنال خسر التأهل في مباراة الذهاب؟ اكيد احنا خسرنا اكيد، بس احنا قدرنا نحاول النهارده ومش جايين مستسلمين. احنا بنلعب فرقه كبيره بس يعني حاولنا والحمد لله على قد كده، وان شاء الله نركز في الدوري يعني ان شاء الله. الآن بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، بعد الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي، تبقى الدوري، هل ترى التتويج به ممكنا؟ لسه في الدوري، لسه في الملعب وهنسعى ونركز في الدوري ان شاء الله. احنا عندنا 9 ماتشات لسه ونقدر ان احنا نحسم الدوري لينا ان شاء الله، بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في الدوري ونحقق كل اللي احنا عاوزينه ان شاء الله. بأي إحساس تغادر ملعب الكامب نو؟ لأنك لعبت أول مباراة لك مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا، سجلت هدفا رائعا. بأي إحساس؟ حزن ورضا على المستوى الشخصي بما أنك قدمت وجها مشرفا اليوم في ملعب الكامب نو. الحمد لله، يعني احنا عارفين له ملعب كبير وملعب رائع طبعا والاجواء جميله بس انا اكيد يعني الحمد لله يعني مبسوط شويه من مستواي الحمد لله النهارده والهدف اللي انا جبته الحمد لله، بس زعلان شويه على النتيجه عشان كان نفسي اللي احنا نكملوها. انا عارف الموضوع كان صعب شويه، بس مفيش حاجه صعبه في الكوره وكنا بنحاول النهارده، بس الحمد لله على قد كده.